السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبتدي النهارده بكورس جديد من كورس مهم جدًا من الكورسات المهمة من الtarget بتاعنا إن إحنا نفهم يعني إيه applied science. هنبتدي بفرع النهارده مهم اللي هو الmathematics أكتر حاجة أو أكتر science بيعمل مشكلة، وتلاقيه داخل في كل حاجة، يعني بتلاقيه داخل في الprogramming تلاقيه داخل في الphysics تلاقيه داخل في كل حاجة، ولازم تبقى مادة أساسية سواء لطلبة كلية علوم، طلبة كلية ذكاء اصطناعي، حاسبات، تجارة، ماشي، فهي مادة مهمة جدًا، science مهم جدًا، فإحنا هنفهمه النهارده بطريقة ولأول مرة تبقى بطريقة عملية أكتر، هنفهم بقى الحاجات دي كلها القوانين اللي إحنا واخدينها في الmathematics تمام، هنشوفوها بشكل عملي. طبعًا الكورس هو الfundamental of الmathematics أساسيات الرياضة. هناخد يعني إيه رياضة، إيه هي فروع الرياضة، أهم القوانين الرياضية، إيه هي الدوال، وكل حاجة هنشوفوها بشكل عملي. أنا باشمهندس أدهم سميح owner لapplied science academy وinstructor للمواد الprogramming والphysics. نبتدي بأول حاجة عندنا هو يعني إيه mathematics؟ دايمًا بنسمع mathematics math 1 math 0 تمام، أساسيات الرياضة، طب هو يعني إيه أصلًا رياضة؟ قال لك إن الرياضة ديّة هي الfundamental science ده علم أساسي، دايمًا كده تلاقي إن كل علم بيبقى ليه صفة خاصة بيه، يعني أمّا نيجي مثلًا نتكلم على الphysics أقول لك ديّة الfoundation of الscience هي أساس العلم، تمام؟ نيجي نتكلم على الchemistry أقول لك ده الcentral science ده مركز العلوم. الmath بقى هو أساس كل حاجة. ده علم أساسي ما أقدرش أستغنى عنه، يعني أنت بتتكلم على physics لازم الmath تكون داخلة فيها، تتكلم على chemistry الmath داخلة فيها، حتى لمّا نيجي نتكلم على الsocial science زي الmanagement الeconomy الحاجات دي كلها لازم برضه يكون داخل فيها إيه، داخل فيها الmath، فأنت الmath هو علم أساسي ما تقدرش إن أنت إيه، تستغنى عنه. طب الmath دوّة بقى بيتعامل مع إيه أو إيه هو الtarget بتاعه؟ ده deal with الnumber بيتعامل مع الأرقام بيتعامل مع الquantity والlogical relationship. طبعًا الأرقام ديّة ده المكون الرئيسي للmath، وبسبب إن الmath ده الfundamental science فبالتالي هتبقى النمبر عندي هي كمية أساسية بالنسبة لي، أو هو شيء مكون أساسي عندي، يدخل معاك في كل حاجة، يدخل معاك في الphysics يدخل معاك في الchemistry يدخل معاك في الeconomy في الmanagement في الoperation في الحاجات دي كلها لازم تكون معتمدة على الأرقام، عشان كده في ناس بتقول لك إن لغة الأرقام، يعني الأرقام دي بقت لغة، إن أنا أعبّر عن كل حاجة بالأرقام، والquantity اللي هي الكميات بقى، وده هيبقى شغلنا إن شاء الله الأيام الجاية أو المحاضرات الجاية، والlogical relationship اللي هو التفكير المنطقي. دايمًا كده هتلاقي طول ما أنا باشرح حتى وأنا باشرح البرمجة الأيام الجاية نيجي ندخل بقى على لغة البرمجة، هتلاقيني باقول لك إن الmath معاه logic، يعني من غير mathematics مش هيبقى في logic، من غير الlogic مش هيبقى في mathematics. التفكير المنطقي دوّة ده اللي قايم عليه أصلًا الmodern technology دلوقتي، سواء أنت بتتكلم بقى على برمجة، بتتكلم على ذكاء اصطناعي، بتتكلم على الحوسبة، فالحاجات دي كلها قايمة على الlogical thinking أو الlogical relationship. الlogical ديّة اللي يعملها الmathematics، يعني أنت شايف أنا دايرة وعمّال نلِف حواليها، طول ما أنا باجيب سيرة أي حاجة تبع الprogramming أي حاجة تبع الeconomy تبع أي حاجة فيها logic لازم أقول لك إيه، الmathematics. مش أنا قُلت لك إن الnumber ديّة دلوقتي باقول عليها إن هي لغة، it's their language. الرياضة ديّة هي عبارة عن it's a language هي عبارة عن لغة، باستخدمها عشان أعمل describe وأعمل understand، يعني أنا باستخدم الرياضة علشان أعبّر عن أي حاجة حواليّا، ماشي، أعبّر وأفهم الحاجات دي كلّها، عشان كده الرياضة قايمة على الthinking قايمة على التفكير. الرياضة تخلّيك تفهم الsimple counting الحاجات الأعداد البسيطة أو الحسابات البسيطة لحد ما توصل عندك للcomplex calculation العمليات الحسابية المعقدة. العمليات الحسابية المعقدة ديّة بقى يدخل معاك بقى تبع الartificial intelligence يدخل معاك تبع الprogramming اللي هي الحاجات بقى اللي إحنا بنستخدمها
المعادلات. يبقى الماثماتكس ده fundamental science، بتعامل مع نمبر، بتعامل مع كوانتيتي، بتعامل مع حاجه مهمه جدا اللي هي اللوجيكال ريليشن شيب. الرياضه تخليني ان انا اعبر وافهم الكومبلكس كالكوليشن. طب الرياضه بقى بستخدمها في ايه؟ والله انا بستخدمها في الساينس، في العلم. بتتكلم بقى على نيتشر ساينس، بتتكلم على مانجيريال ساينس، بتتكلم على السوشيال ساينس. فاي حاجه تبع الساينس، اي فرع من الساينس الرياضه داخله فيه. الانجينيرنج، الهندسه طبعا اساسها. تمام. والايكونومكس مهم جدا. اي مشكله تحصل عندي في الاقتصاد لازم الرياضه تحلها لي. يعني لما بندخل بقى على نظم معلومات والحاجات دي كلها، يعني انت الرياضه الايكونومكس ماده علميه مهمه جدا. لان الاقتصاد هو اللي بيحل لك كل حاجه، في اي حاجه كبيره الاقتصاد يحلها لك. الاقتصاد مش هو بس يعني خاص بيه الحاجات اللي هي تبع البيزنس او كده، لا، الاقتصاد دوت هيلم لك كل حاجه. والتكنولوجي تتكلم بقى على اي اي، تتكلم على سايبر سيكيورتي، تتكلم على كمبيوتر ساينس، تتكلم على بروجرامنج. كل دوت يدخل معاك ايه؟ الرياضه. من غير الماثماتكس مش هيبقى فيه اي اي، مش هيبقى فيه سايبر سيكيورتي، مش هيبقى فيه كمبيوتر ساينس، مش هيبقى فيه بروجرامنج، لان الرياضه هي اللي بتشغل كل دوت. واخر حاجه عندي الفيزيكس، ودي مهمه جدا لان الفيزيكس اصلا اساسها رياضه. مع ان الفيزيكس هي الفاونديشن اوف الساينس، بس برضه الرياضه بتاثر فيها من جزء بتاع الميكانيكا، قوانين نيوتن. عشان كده بتلاقي ان ارخم فرع واطول فرع ماشي واهم فرع فرع الميكانيكا، لان هي اصلا الميكانيكا كلها قايمه على الرياضه. عشان كده الرياضه بتتقسم لحاجتين: الرياضه البحته والرياضه التطبيقيه. الرياضه التطبيقيه عباره عن ميكانيكا واستاتيكا. فالاثنين دول، الاثنين دول هم اصلا ميكانيكس، والميكانيكس قايمه على ايه؟ قايمه على الرياضه. فانت تلاقي نفسك انت بتاخد ميكانيكس ماده تبع الرياضه، وفي نفس الوقت بتتكرر معايا في الفيزيكس، لان هي اصلا هما الاثنين بيكملوا بعض، هو في انتجريشن ريليشن شيب بينهم. فالرياضه مهمه جدا عشان تدخل معاك في الساينس، الانجينيرنج، الايكونومي، التكنولوجي، والفيزيكس. فروع الرياضه. الرياضه فيها فروع كتير جدا، بس اهم 5 فروع فيهم اللي هو الارثماتكس، الحساب، الالجبرا، الجبر، الجيومتري اللي هي الهندسه، وعندك الكالكولس اللي هو التفاضل. ده مهم جدا 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 جدا، اكتر فرع مهم. وبعديه الاستاتيكس والبروبابيلتي. في فرق بيجي بقول لك ماس، وفي فرق بيجي بقول لك ماثماتكس، وفي فرق بيجي بقول لك الارثماتكس. بيجي بتكلم على الارثماتيك ديت، بتكلم على العمليات الحسابيه، يعني جمع، طرح، قسمه، ضرب. تمام. قلت لك ماس فانا بتكلم على الالجبرا والجيومتري. قلت لك ماثماتكس يعني انا بتكلم على كل الفروع. فالجزئيه ديت مهمه جدا. انا لحد دلوقتي فعلا بلاقي في ناس ما تعرفش الفرق بينهم. لا، الفرق ان الارثماتكس انا بتعامل مع ايه؟ مع الحاجات الحسابيه اللي هو جمع، طرح، قسمه، ضرب، والحاجات دي كلها. وده احنا بنستخدموه اكتر مع البروجرامنج. سواء بقى انا بتكلم بقى على الفانكشن، بتكلم على اف، الحاجات دي كلها. بتكلم على ماث، يبقى انا بقول لك الارثماتكس والالجبرا والجيومتري. قلت لك ماثماتكس يبقى تقول لي كل الفروع. فقال لك هنا ان الارثماتكس اللي هو علم الحساب ده study السيمبل، الرموز، والايكويشن to represent a relationship. يعني الارثماتيك دوت اللي هو بيستخدم الرموز، بعبر عن كل حاجه برمز معين، والمعادلات اللي هي الايكويشن من خلال العلاقات. هنا انا قلت لك ان انا عندي اوبريشن مهمه جدا عندي في الرياضه. ايه هي بقى الاوبريشن ديت؟ اول حاجه اللي هي الجمع، الاديشن، والسبتراكشن، والمالتيبليكيشن، والديفيجن. انا علشان اعمل ارثماتيك محتاج حاجتين: محتاج اوبريشن، ومحتاج سيمبل، رموز. طبعا كده كده لازم يكون عندك ارقام. النمبر دي اساسي معايا، يعني النمبر ده مكون اساسي. فانا مثلا دلوقتي قلت لك انا عايز اعمل ايكويشن. عشان اعمل ايكويشن لازم يكون عندي حدين. بمعنى اقول لك والله 2 اكس وسكت كده، كده ما قلتش ايكويشن، كده انا بتكلم على كوانتيتي، بتكلم على كميه. يعني كده ال 2 اكس ديت ليها كميه، ليها فاليو.
بس لو قلت لك 2x بلس 2 ايكوال 0 كده عملت ايكويشن. ليه؟ عندي هنا كوانتيتي وعندي هنا كوانتيتي، في سيمبل في النص، في رمز اللي هو الاكس، تمام، في علامه يساوي، في علامه البلس، كده انا عملت ريبريزنت ريليشن شيب. يبقى ريليشن شيب عندي في الرياضه لازم تتكون من حاجتين، يكون عندي او خليهم ثلاثه، يكون عندي نمبر، يكون عندي سيمبل اللي هو الكوانتي بتاعتي، ويكون عندي الاوبريشن العمليات. الثلاثه مع بعض كده انا عملت ريليشن شيب، عملت ارثماتكس. وطبعا في فرق ما بين العدد والرقم. يعني لما يجي بقول لك هنا واحد ده كده رقم، قلت لك 11 يبقى ده كده عدد، يبقى الرقم بيتكون من خانه واحده اللي هي الاحاد. اما لو قلت لك احاد، عشرات، مئات، الى ما لا نهايه، كده انا قلت لك ايه؟ اعداد. بجد التفاصيل الصغيره ديت انا لما بدي المحاضرات بلاقي في ناس اصلا، في طلبه مش عارفينها، فانا بستغرب جدا ان هو يعني احنا بنتكلم مثلا على المرحله الجامعيه، او مثلا بنتكلم على حد بياخد كورسات معينه، فالحاجات ديت الاقيه ان هو مش عارفها اصلا. فالحاجات دي مهمه جدا، تفاصيل في الماس مهمه جدا، وانت لو عرفتها يعني هتسهل معاك تفاصيل كتير، هتسهل معاك فروع الرياضه، هتسهل معاك البروجرامنج اصلا. يعني البرمجه تيجي تدخل معاها في الادفانسد وناحيه الاو بي، فالحاجات دي كلها اصلا قايمه عليها، حاجات مهمه. طب الجيومتري، قال لك الجيومتري دوت هو ستادي الشيب والسايز والبروبرتايز، تعرف تدرس الاشكال اللي هو المربع، المستطيل، المعين، ماشي، والحجم منهم والخصائص. طب انا محتاج هنا الجيومتري ديت في ايه؟ قال لك والله انا هكون محتاجها في الالجوريثم، الخوارزميات، عشان تعمل الفلو شارت، عشان اعمل الفلو شارت. طب انا محتاجها فين تاني؟ قال لك محتاجها في الفيزيكس، عشان اعبر عن المسافات والاساحه والحاجات دي كلها. لا بص، انت تلاحظ ان كل حاجه احنا بندرسها انا بدخل لك فيها الرياضه، بعرفك الرياضه داخله معاها فين، ودوت بقى التارجت بتاع الكورس، ان انا اوريك الابلكيشن بتاعه الماثماتكس نفسها. يبقى انا هنا الارثماتكس محتاجه فين؟ محتاجه عشان اعمل اوبريشن، عشان اعمل اوبريشن في البروجرامينج، في الفانكشن، اف ايلس، الوايل، اللوب، الماتريكس، الحاجات دي كلها داخل فيها رياضه. طب الجيومتري محتاجها ليه؟ عشان اعمل فلو شارت، عشان الالجوريثم. الكالكلس بقى ده مهم جدا جدا جدا، ده ستادي ايه بقى؟ التشينج، التغيرات والموشن والحركه. يبقى انا هنا الكالكلس انا بدرس التشينج اللي بتحصل عندي، سواء كان في الارثماتكس او في الجيومتري. طب الاستاتكس، قال لك الاستاتكس هو ستادي الداتا والانسرتينتي. بمعنى احنا عندنا فرع في البروجرامينج اسمه، نمسح اللي فوق دوت مش محتاجينه دلوقتي خلاص. عندي فرع في البرمجه اسمه الداتا ساينس. الداتا ساينس ديت طالع منها فرع اللي هو الداتا اناليسيس، تحليل البيانات. والبيانات اصلا هي عباره عن رو فاكت، هي حقائق، عباره عن ايمج، عباره عن فيديو، اوديو، تكست. قال لك الحاجات دي كلها، اي نوع من البيانات، عايز تدرس بيانات لازم تدرس الاستاتكس، الاحصاء، تمام. ودايما في حاجات مخطوطه كده في الداتا، ان حاجات بيبقى فيها ريسك، الريسك دوت ده عباره عن uncertainty، يعني عدم تاكد. فانا طالما بتكلم على داتا ساينس، بتكلم على داتا اناليسيس، حاجات ممكن انا مش متاكد منها تؤدي لي الريسك، لازم اخش في فرع الاستاتكس، تمام. يبقى قلنا الارثماتكس انا بدرس السيمبل، بدرس الايكويشن عشان اعمل ريليشن شيب، والريليشن شيب لازم يكون معايا اوبريشن، يكون معايا سيمبل، يكون معايا ايه؟ نمبر. قلت لك ان النمبر بيتكون من غانه واحده، اكتر من كذا غانه بتكلم على اعداد. الجيومتري انا بدرس الشيب والسايز والبروبرتايز. الكالكلس انا بدرس التشينج والموشن. الاستاتكس انا بدرس الداتا والانسرتينتي. هنا بقى علشان اتعلم ماثماتكس لازم اطور ايه بقى؟ قال لك في حبه سكيلز، تمام، لازم تتعلمها عشان تقوي الماث بتاعك، اللي هو اللوجيكال ثينكينج، اللي هو التفكير المنطقي، اللي انت تفكر كتير وما تزهقش وانت بتحل حاجه.
والبروبلم سولفنج سكيلز، مهاره حل المشكله، ودي مهمه جدا. مهاره حل المشكله تحتاجها في الماث، تحتاجها في الفيزيكس، تحتاجها في البروجرامينج، تحتاجها في الاي اي، تحتاجها في السايبر سيكيورتي. بعد كده عندك الديسيجن ميكنج، وانت ازاي تاخد القرار. طبعا عشان تعمل ديسيجن ميكنج انت محتاجه في الماث، ومحتاجه برضه في المانجيريال، في علم الاداره. الناس بتوع نظم المعلومات بيحتاجوا دايما يعملوا ديسيجن ميكنج. يعني دايما تلاقي ان التعريف بتاع المانجمنت لازم تعمل ديسيجن ميكنج. اي حد عايز يعمل بيزنس يقول لك عشان تعمل بيزنس لازم تاخد ديسيجن ميكنج. كده لحد دلوقتي في اول ليكتشر اخدنا يعني ايه ماثماتكس، قلنا اللي هي فاندمنتال ساينس بتتعامل مع نمبر وكوانتيتي، وقلت لك بستخدمه في الساينس، الانجينيرنج، الايكونومي والتكنولوجي والفيزيكس. وعرفنا البرانشز اوف الماثماتكس اللي هي الارثماتكس والالجبرا والجيومتري والكالكولس والستاتكس اند البروبابيلتي، وعرفنا كل فرع فيهم بيتكلم على ايه. وقلنا ايه هي المهارات اللي انا لازم احتاجها عشان اعمل ديفلوب للماثماتكس. الماثماتكس ده one of the most important foundation of modern education والscientific progress. عايز تعمل تعليم جديد، عايز تعمل تقدم علمي او تقدم تكنولوجي، لازم يكون فيه الماثماتكس. كده احنا خلصنا المحاضره الاولى من الكورس الاول من الفاندمنتال اوف الماثماتكس. يا رب تكون المحاضره عجبتكم، يا رب تكون انتوا فهمتوا الماس عموما بيتكلم عليه. دي كده اول خطوه، اساسيات نظريه لازم تكون واخد بالك منها. شكرا جدا ليكم، نتقابل ان شاء الله المحاضره الجايه.